الجزائر وروسيا لا يتكلمان مع بعضهما البعض عبر قنوات الإعلام، بل يؤكدان بأن وسيلة الاتصال الوحيدة بينهما هي القنوات الدبلوماسية، مثل ما يؤكده دائما وزيرا خارجية البلدين عطاف ولافروف. اليوم كانت هناك مكالمة هاتفية بعد الحديث الذي دار مؤخرا بأن هناك لبس أو هكذا حاولوا أن يتوهموا بين الجزائر وروسيا. المخزن هو الذي كان يقف وراء هذا الأمر بصراحة شديدة، خاصة مع لقاء بوريطة ولافروف، وقالوا بأن دبلوماسية المغرب نجحت في ضم روسيا إلى صف المغرب من خلال ما تم ترويجه عبر وسائل الإعلام المغربية بأنه لافروف يتبنى خطة الحكم الذاتي. بطبيعة الحال هذا الأمر غير موجود تماما في دبلوماسية لافروف وروسيا. اليوم البيان الذي كان بعد المكالمة يتكلم بأن هناك علاقات استراتيجية وطيدة هي صفة لهذه العلاقات الاستراتيجية. لم يقل علاقات متوسطة، علاقات جيدة، علاقات ممتازة، قال أكثر من ذلك، علاقات وطيدة بين البلدين، وهناك تواصل دائم بين البلدين، تنسيق وتعاون في كل مرة. ضربة معلم من الجزائر اليوم بأن تتصل أو يكون هناك تواصل بين روسيا والجزائر، خاصة قبيل الجلسة التي ستعقد بعد أسبوع تقريبا في 30 من أكتوبر الشهر الجاري، خاصة بقضية الصحراء الغربية التي يحاول المخزن لأنه يعيش على أعصاب باردة جدا، مشدودة، خائف مما قد يحصل في جلسة 30. وذهب بوريطة إلى روسيا لكي يقنع بأن كل الدول، ليس كل الدول، أغلب الدول في صف خطة الحكم الذاتي، وبالتالي يحاول يقنع روسيا بأنك الوحيدة وتغردين خارج السرب، وأن الجزائر هي السبب، وأنك نعطيك أفتح لك آفاق فيما يتعلق باستثمارات في الصيد البحري وهذا الأمر. هذه حر، أنت حر أن تفتح كذا وأن كذا، ولكن لا أعتقد بأن روسيا يمكن أن تبيع مبادئ من أجل هذا الأمر. نحن قلنا في خصوص وجهات النظر فيما يتعلق بقوات فيلق الإفريقي، من حق الجزائر أن تنزعج بالطريقة التي تراها مناسبة ضد تواجد أي قوة أجنبية، حتى ولو كانت متعلقة بصديق روسي. ومن حق لافروف أن يدافع عن نفسه عندما يقول بأن هناك فيلق إفريقي يقوم بجرائم ضد المدنيين. من حقه أن يدافع بالطريقة التي يراها مناسبة طالما أنه ليس هناك تجاوز لحدود الجزائر. قلت بأن المغرب هو الذي يحاول أن يسوق سردية إعلامية بأن كل الدول في صفه في مسألة الصحراء الغربية، وما على الجزائر الآن إلا أن تخضع للأمر الواقع المتعلق بخطة الحكم الذاتي، وهو تسويق أكثر منه للداخل المغربي أكثر من أي شيء آخر. لذلك نقول بأن الجزائر وروسيا علاقات جيدة ممتازة بل وطيدة حسب ما ذهب إليه بيان وزارة الخارجية الجزائري، وأن اتصال اليوم لكي يتم وضع كل الأمور في وضع النقاط على الأحرف، فيما يخص قضية الصحراء الغربية، والتأكيد مرة أخرى على الموقف الجزائري الثابت الداعم لهذا الملف، وأن قرارات الأمم المتحدة يجب أن تحترم، يجب أن لا يكون هناك أي خروج عن النص الذي كان في بداية التسعينات من القرن الماضي.